برضه تتعلم من الحاجات دي ان انت مثلا زي التجارب اللي احنا عملناها، المغناطيس والكوره. فانت لما مثلا تاخدها في سنه رابعه او سنه خمسة او مثلا في ثالثه او اولى ابتدائي، فانت عارف الحاجات دي، او انت مش عارفها، انت بتستفاد من معلومات اكتر. برضو ان احنا نستفاد من التجارب دي، ده برضو لما يوسف قالك وانت برضو عملت تجارب، فلما تخش مدارس تبقى انت عارف التجارب دي، او مش مدارس انت فاهم، خدت معلومات زيادة. احنا ممكن نكتشف حاجات في الطبيعة او نرسم رسمة صغيرة، او نعمل تجارب جديدة، صح. او نعمل مثلا اختراع جديد. يعني اللعب فيه ممكن يبقى فيه أسئلة واحنا نكتشف الإجابة. ساعات انا بكأني لعب بلعب، بس مع بابايا انا بسأله اسئلة، هو يقول لي، هو يسألني اسئلة وانا اجاوبه. وفي برضو ايوه برضو كمان لو جبت كورة وحدفتها، شوف كده هتعمل ايه، هتنزل تحت. طب ليه؟ طيب مش هتطلع فوق. يعني ممكن تفكر فيه شوية، تعرف ان ده الجاذبية، هي دي اصلا الطريقة اللي اختارت الجاذبية، ان في عالم تحت شجرة والتفاح وقعت عليه، فقال يا رب، طب لا، قال طب مثلا طب ليه ما طلعتش فوق، فعرف فضل بيبحث وعرف ان بسبب الجاذبية سردته لتحت. الله، ده حلو قوي.